بص بقى يا حبيب اخوك، اول حاجه الف مبروك للزمالك. طبعا عارف ان الفيديو جاي متاخر، بس يعني الاسباب ما. طبعا ناصر منسي اول لما قلت ان هو هيبدل قلت مش طالبه ان هو مش لازم يبدل. والله يعني حرفيا اول لما شفته بيبدل قلت بصراحه ما ينفعش ينزل في الوقت ده، بس نزل. وطبعا هو السبب الرئيسي بعد ربنا ان هو جاب لنا الماتش. طبعا بنتيك ده يعني انا اول مره اشوف لعيب ينزل اول ماتش ليه، ماتش كاس، ماتش نهائي، يعمل اللي هو بيعمله ده. ماشي، فهو لعيب جامد فشخ. تاني حاجة، اتمنى يعني نستغل اللعيبة الجديدة ديت، ما نمشيهاش زي عهد مرتضى منصور طبعا. بس فاتمنى ده ذلك يعني. طبعا وكمان الاهلي ما كانش في حالته. الاهلي لو كان في حالته طبعا كان زماننا، كان الماتش هيبقى اجمد من كده. والله اعلم مين اللي كان هيكسب. طبعا عواد ما احبش مش هحب اشكره، هو احب اشكره اي نعم. بس انا لاحظت لقطه معرفش حد خد باله منها ولا لا، ان عواد في الثلاثه المدربين البدنيين راحوا له بعد الماتش عاملين تحليل اداء للاعيبه الاهلي، فدول اللي يستحقوا ان هم يتشكروا بجد. ف يستحق طبعا امام عاشور. طبعا انت لعيب بتاع لقطه، نازل الماتش عايز تعمل لقطه. ايا كان اللي حصل بينك وبين دونجا، انت نازل ماتش عايز تعمل لقطه. مع احترامي الكامل لامام عاشور، طبعا انت نازل تعمل لقطه اتردت عليك، وزي ما دونجا قالك رديت عليك في الملعب. فبس نو كلام، نو كومنت تاني في الموضوع ده بصراحه. طبعا حوار كولر وجوميز، طبعا يعني اتمنى يكون جوميز، الله اعلم برضه عشان ما افتيش، تكون انت اللي عامل الخطه دي من دماغك. يعني ما اتمنى ما تكونش كسبت بالحظ كده ببركه دعاء الوالدين. ده يعني اتمنى. انما لو كسبت ببركه دعاء الوالدين يعني دي مش شطاره عامه يعني. فبس كده مدرسه جوميز سواقت على مدرسه كولر. ف يعني مش عايزين نطول عليكم، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تدعمونا عشان يوصلكم كل جديد.